بدل ما ترمي الفينو البايت او التوست، تعالي نعمل بيه حاجة حلوة سهلة وخفيفة وسريعة وكل مكوناتها من البيت. بصوا، عايزة اقول لكم ريحتها كانت في حتة تانية وطعمها فظيع. كوبايتين لبن عندك، انزلي عليهم ب3 معالق سكر. السكر طبعا حسب الرغبة، يعني عايزة تزودي تمام، تقللي عن كده برضو براحتك. بعد كده تنزلي عليهم ب3 معالق نشا وتقلبي كل الكلام ده في بعضه، تقلبيه كويس. بعد كده انا كان عندي قشطه، نزلت بمعلقه وبدات اقلب كويس لحد ما القوام بتاعي بدا يتقل. بصوا، انا عايزاه زي الكريمي كده، اللي هو ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنا خلاص كان يعتبر خلاص خلص وتقل. سبته بقى يبرد. ده العيش بتاعي الفينو، جبت الكبه بتاعتي وبدات افرم العيش. طبعا وانتي بتفرمي العيش انا عايزه العيش يكون مفروم خالص، يعني زي البودره كده. بصوا زي ما انتوا شايفين كده. هنا بقى جبت سمنه بلدي وسيحتها معلقتين كبار، وبدات انزل على العيش بتاعي. انا عايزاه يكون لما السمنه تتحط عليه يبقى مرمل كده. تبداي تقلبي كويس لحد ما يبقى بالشكل ده. تجيبي بقى الصينيه بتاعتك، المقاس اللي انتي حباه، مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، وتقسمي نص الخليط وتبداي تفرديه في الصينيه. بصوا، انا هنا كنت بفرده كويس. بعد كده كان الخليط الكريمي بتاعي برد، جبته بقى حطيته على العيش بتاعي وبدأت افرده كده كويس. بصوا، مرحلة الفرد دي مهمة جدا عشان لما يدخل الفرن الخليط ده ما يطلعش بره. باقي العيش بقى بدأت افرده على الوش كده بالراحة، يعني ابدأ احطه بايديا كده من غير اي معلقة ولا اي حاجة، بايديكي كده زي ما انتوا شايفين. ده بعد ما خلاص فردته. هنا بقى الفرن 180، حطيتها تحت والشواية شغالة فوق. تعالوا بقى نعمل الشربات. سكر وعليهم كوبايه ميه وسيبيهم مع بعضهم كده ربع ساعه بس، انا عايزاه خفيف خالص. هنا بعد ما طلعت من الفرن ونزلت عليها بقى بالشربات، اول ما بردت حطيت عليها الشربات سخن، ممكن العكس، يعني ممكن تكون هي سخنه والشربات بارد. بصوا، عايزه اقول لكم اول ما حطيت عليها الشربات كانت ريحتها قلب البيت، تحفه بجد، وطعمها حلو قوي وسهله جدا وتوديكي بجد في حته تانية. ودي اسرع حاجه واسهل حاجه ممكن تعمليها.